أيها الناس، إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الأنبياء والمرسلين. إنها الوظيفة التي من الله سبحانه وتعالى على الأنبياء بأن يكونوا موظفين فيها، وبأن يفنوا حياتهم وأعمارهم وأوقاتهم في الدعوة إليها وفي الصبر عليها وفي مكابدة المشقات في سبيل تحقيقها. الدعوة إلى الله هي وظيفة الصالحين، هي وظيفة الشهداء والصديقين، هي وظيفة من من الله عليهم، هي وظيفة من أحبهم الله. فلا يمن الله سبحانه وتعالى بهذه المنة على أحد إلا على من أراد الله به خيرا، وأراد الله به برا، وأراد الله سبحانه وتعالى له صلاحا، فيوفقه إلى أن يكون داعيا إلى ماذا؟ داعيا إلى الله، داعيا إلى منهج الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من أقام بهذه الوظيفة على أكمل وجه، يقول هذه سبيلي، هذه طريقتي، وهذا منهجي، وهذا مسلكي، أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو الذين أشركوا إلى أن يؤمنوا، وأدعو الذين ضلوا إلى أن يهتدوا، وأدعو الذين عصوا إلى أن يلتزموا. هذا هو سبيل المؤمنين، وقبل ذلك سبيل الأنبياء والمرسلين الذين اختارهم الله واصطفاهم على العالمين ليبلغوا رسالاته ويبلغوا منهجه، فاختارهم الله على علم على العالمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا عباد الله، من أفضل ممن ينصب نفسه داعيا إلى الله، داعيا إلى الجنان، داعيا إلى رحمة الكريم المنان؟ من أحسن قولا، ومن أفضل عملا، ومن أحسن سيرة وسلوكا ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى تطبيق شرع الله، يدعو إلى متابعة رسول الله، يدعو إلى اقتفاء نهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أهنالك أحد من الثقلين أفضل من هذا حالا وأفضل من هذا فعلا ومقالا؟ يدعو إلى الله ليلا ونهارا، لا يريد جزاء ولا شكورا، لا يريد أموالا، لا يريد جوائزا، لا يريد مدحا، لا يريد أن يرفعه الناس، لا يريد أن يذكره الناس، إنما يريد بذلك مرضاة الله. إن هذا السبيل الذي سلكه الأنبياء، وهذا السبيل الذي أمر الله أتباع الأنبياء أن يسلكوه. فمن سلكه فإنما سلك سبيل الأنبياء وسلك سبيل المرسلين. ولعمر الحق أن من اتبع سبيل المرسلين فهو ناج، فهو ناج، وهو في رحمة الله، وهو في رضوان الله، وهو في كلأ الله، وهو في عناية الله يحرسه الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الدعوة إلى الله، أن تدعو الناس أن يخرجوا من الظلمات إلى النور، أن تدعو الناس أن يخرجوا من البدعة إلى السنة، أن تدعو الناس أن يخرجوا من الضلالة إلى الهداية، أن تدعو الناس أن يخرجوا من رق العبودية لغير الله إلى سعادة العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه وظيفتك أيها المسلم.